السلام عليكم ورحمة الله. أضخم برج في المغرب وإفريقيا هو برج يخطط لبنائه بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب لتكون أطول ناطحة سحاب في إفريقيا بارتفاع 540 مترا، إذ سيصبح البرج ذو 114 طابقا أطول بأكثر من مرتين من مركز الكارلتون ذي 223 مترا في جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، والذي كان لحد الآن أطول مبنى في القارة السوداء منذ اكتماله عام 1973. هو عبارة عن برج ضخم أشبه بمجمع متكامل للأعمال والتسوق والسياحة والترفيه، يتكون من فندق فاخر ومجمع للشقق المفروشة والسكنية. يمتاز المشروع بتصميم هندسي فريد، مما يتوقع معه أن يصبح فور إنجازه رمزا من دبي في مدينة الدار البيضاء وأحد أروع المعالم على مستوى شمال إفريقيا. وتجري دراسة هذا المشروع ضمن برنامج تهيئة منطقة منارة الواقعة على كورنيش الدار البيضاء. سيشغل المبنى موقعا سياحيا مساحته 25 هكتارا في الدار البيضاء أكبر مدن المغرب، ويفترض أن يضم فندقا ب7 نجوم ومركز أعمال ومركز تسوق. ستتم تغطية الواجهات بنماذج تمثل لغات إفريقيا الألف. أما عدد الطوابق 114 فمن أجل التطابق مع عدد السور في القرآن الكريم. إن تصميم البرج هو تصميم أنيق، يذكرنا ارتفاع البرج البالغ 540 مترا بأن في إفريقيا 54 بلدا، أي أن الجميع في إفريقيا سيشعرون كجزء من ذلك البرج بحسب موقع المشروع. ومن أجواء التطاول في البنيان تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في الدار البيضاء حاليا برجان بارتفاع 115 مترا، هما مركز الدار البيضاء التوأمي توين سنتر كازابلانكا، كما توجد فيها أطول مئذنة في العالم مئذنة مسجد الحسن الثاني بارتفاع 210 أمتار. المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات، وإذا كان لديكم أي تعليق أو اقتراح فمرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.